أهلا بكم من جديد. النهاردة هنتكلم عن فنانة طبعا كبيرة راحلة، هي الفنانة عايدة عبد العزيز. هنقول إن هي اتولدت في 27 أكتوبر 1936 في القاهرة. حصلت على دبلوم المعلمين سنة 1956، وعملت مدرسة لحد ما دخلت المجال الفني بالصدفة. دخلت المعهد العالي للفنون المسرحية وسابت التدريس وبقت ممثلة في المسرح القومي. اتعرفت أثناء بقى دراستها بالمعهد العالي للفنون المسرحية على الفنان والمخرج أحمد عبد الحليم. جمعتهم بقى قصة حب انتهت بالزواج، وقدمت أعمال سينمائية مهمة زي النمر والأنثى والحرام والعبيط وخرج ولم يعد، وكمان قدمت أعمال تلفزيونية مهمة زي يوميات ونيس والفرار من الحب وكعب داير. تم تكريمها في مهرجان المسرح التجريبي في شهر سبتمبر 1996. اتوفى بقى زوجها في 2013، ودخلت بعدها في حالة اكتئاب شديدة لأنها كانت مرتبطة بيه عاطفيا جدا جدا، فبعدت عن التمثيل وبعدين رجعت تاني في مسلسل دهشة، لكن بعدت مرة تانية. ابنها بقى قال إن هي جالها زهايمر وإن هي عملت عملية جراحية بعد إصابتها بكسر في منطقة الحوض، وقال إن والدته التزمت المنزل منذ وفاة زوجها في 2013، حيث لا تخرج إلا باستثناء مرات معدودة. وأكد إن هي بتنسى في بعض الفترات إن زوجها قد رحل عن عالمنا، وحين تتذكر تدخل في نوبة حزن وبكاء شديدة. وبكده ينتهي الفيديو بتاعنا النهاردة، وتحياتي ليكم.